السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الهنا، صباح السعادة على حضراتكم، صباح كل حاجة حلوة. رمضان خلص خلاص إن شاء الله، ما عادش غير يومين اتنين. كل سنة حضراتكم طيبين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الفطر المبارك. كل سنة حضراتكم بخير والأمة الإسلامية يا رب والعربية بألف خير وصحة إن شاء الله. تعالوا النهاردة نشوف النهاردة فطرنا هيبقى إيه معانا النهاردة. يعني يوم جميل جدا إن شاء الله. في اكلات حلوه كتير هتستفيدوا منها باذن الله. فيديو خفيف وظريف على حضراتكم يا رب. هنشوف النهارده ان شاء الله وصفاتنا هتبقى عامله ازاي. يا رب تكون تعجبكم وتستفيدوا منها، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه، ومحدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه. شكرا لحضراتكم، صباح الورد. تعالوا يلا نشوف، ندخل المطبخ نشوف هنعمل ايه النهارده في الفطار بتاعنا، وهنحضر ايه، وهيبقى السفره بتاعه الفطار النهارده عامله ازاي. يلا بينا. تعالوا نبدأ بقى النهارده ان شاء الله، نشوف هنعمل ايه يا شباب. طبعا ده بوكيه جرنيه عشان الشوربه. هنعمل ايه بقى الاول؟ دي كرشه، هعمل كرش النهارده، كرش ان شاء الله. ده طلبات الاوردر اللي طلع بتاع الفطار النهارده، طلبات الناس اللي هتفطر. تمام. وده ممبار طبعا مغسول ومتنضف. الكرشه طبعا مغسوله ومتنضفه. لازم يا جماعه، اهم حاجه، اهم من ان انت تطبخي، ان انت تنضفي الحاجه اللي انت هتستعمليها. شايفين الكرشه عامله ازاي؟ انا بنضفها تنظيف جامد جدا، بغسلها غسيل كويس قوي، وبنقعها مبقاش لها ريحه ولا اي حاجه. شايفينها بيضه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، بالف الف هنا. الممبار كمان متنضف ومغسول، وكنت مفرزاه. عندي طبعا ناس مش بتاكل ممبار ولا كرشه، فطبعا طلعت فراخ هعملها ان شاء الله معاكم مشويه. هقطعها برضو، غسلتها كويس قوي وقطعت زي ما انتم شايفين صدر حضراتكم كده، فتحته اتنين. هو بيبقى كده اهو، وانا فتحته بالسكينه اتنين علشان ايه، يشرب من التتبيله ويبقى حلو ويستوي معاكي بسرعه. تمام. بعد كده كمان معايا ان شاء الله هعمل جلاش. طلعت برضو لحمه مفرومه وطلعت ورقه جلاش. تعالوا بقى بينا، وهنعمل حاجات تانية كتير ان شاء الله في الفيديو، ان شاء الله هيعجبكم قوي. تعالوا الاول كده نبدا. انا الاول جهزت الحاجه بتاعتي، طبعا غسلتها وصبنتها وظبطتها. الفراخ نفس الحكايه، هقطعها معاكم ونعمل التتبيله. احنا عملناها قبل كده في الفيديو اللي فات بتاع العزومه، بس هقول لكم على التتبيله على السريع ان شاء الله. دلوقتي انا هبدا ان شاء الله بالكرش. اول حاجه طبعا مغسوله ومتنضفه. انا علقتها حله على النار، حطيت فيها ميه، وطبعا معايا البوكيه جرنيه عباره عن ان قطعت بصلتين، بزود لها البصل شويه عشان تديها ريحه حلوه. جزرايه مقطعاها، نص قرن فلفل او قرن شطه، بيشيل زفره الكرشه وبيخلي طعم الشوربه حلو جدا. طماطمتين مقطعين انصاص، ليمونيه وشايله البذر منها، ولاحظوا موضوع البذر ده خدوا بالكم. معايا توم اهو، كام فص توم كده مقسماها اتنين انصاص. معايا فلفل اسود حب، علشان طبعا ما يعملش، ما قعدتش احط ناعم. معايا حبهان مفتحاه، معايا ورق لوري، ومعايا قرنفل. تمام. يلا بينا بقى على النار نشوف. انا علقتها على الميه، نشوف هنعمل ايه كده. حبايبي شايفين الميه علقت عليها بقت تغلي. هنزل ان شاء الله بالبوكيه جرنيه بتاعي، اللي هو زي ما احنا قلت لحضراتكم، فلفل، طماطم، بصل، ورق لوري. وظبطي دايما الشوربه بتاعه الكرشه بالذات، عشان في ناس كتير قوي بتقرف منها. بس اهم حاجه زي ما قلت لحضراتكم في اول الفيديو، اللي هو غسيلها. حضرتك غسلتيها كويس جدا، صبنتيها، نقعتها في محلول النقع بتاعها، عباره عن معلقه دقيق كبيره، معلقه سكر كبيره، معلقه ملح كبيره، عصير ليمون، وتحطي القشر بتاع الليمون كمان في الميه وتنقعها ساعه. ده طبعا بعد تنظيفها، ده بعد تنظيفها. هنزل بقى الفلفل الاسود الحب، وكمان الثوم والحبهان ورق اللوري، وهعصر الليمون. والليمون ده هيشيل لك زفاره اي حاجه في الشرب، اي حاجه. طبعا مش هحط القشر، لان القشر لو انت حطيتيه في الشوربه هيمرر لك الشرب. فانا طبعا طبيعي ان انا هعصره، وطبعا شايله البذر منه بقدر الامكان يعني. هسيبها لما تغلي بقى، ونبدا ان شاء الله ننزل بالكرشه ونسيبها تستوي كده. وده اول حاجه هنبدا بيها الفيديو بتاع النهارده. هبدا انزل بقى بالكرشه. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبها بقى تستوي براحتها خالص. حابه حضرتك تحط لها شويه سكر لو انت مش ضامنه ان هي تبقى صغيره، او مش ضامنه الجزار اللي انت جايبها منه. تمام. مش حابه براحتها خالص. احنا كده كده بنعلق بدري، لان انت لو حضرتك بتبداي عزومه يبقى لازم تعلقي على الاكل بدري، وتاخدي وقت كده مع نفسك كده علشان ما ترجعيش تستعجلي. تمام. هذه الحاجات اللي عايزه تتعلق عليها زي الحاجات دي تتعلقي عليها. حاجه تجهزيها تمام، هتجهزي صينيه الجلاش تجهزيها، يعني تظبطي نص الشغل. تمام كده حبايبي. هنبدا بقى بالفراخ. هعمل الفراخ الاول. معايا طبعا زي ما قلت لحضراتكم، انا هفتحها كده علشان طبعا تاخد معايا بسرعه، تستوي بسرعه، والصدر كمان يبقى خفيف كده في الاكل. زي ما شفت حضراتكم هتيجي كده من النص، من اهو
وهتفتحي كده الصدر اهو، بحيث ان هو يبقى معاكي مفتوح يتبل كويس، وفي نفس الوقت ان هو مش هياخد معاكي سوا للناس اللي هي مستعجله وانت هتعملي الاكل على طول. تمام اهو. تعالوا بقى نشوف التتبيله، اسرع تتبيله قلت لحضراتكم عليها قبل كده كذا مره، بس هعيدها تاني. معايا طماطم، كميه طماطم كده محترمه، لاني طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم دي الصينيه اللي انا هجهز فيها اهي. هحط تحت الفراخ المشويه خضار، وده انسب طريقه ان انت لو عندك عزومه هتخلصي بسرعه، بحيث ان انت هتستفيدي ان انت عملتي الفراخ وفي نفس الوقت عملتي الخضار تحتيها، بدل ما تعملي خضار تاني في حله تانيه. تمام. هنيجي بقى ان شاء الله الخلاط وهنزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ايه تاني يا لولو؟ بصلايه كبيره مقطعاها اهو، معلقه ثوم مفروم كبيره، قرن شطه لو حبه، مش حابه استبدليه بفلفل. معايا شبت وكزبره، عود شبت على عود كزبره هيديك طعم حلو جدا للفراخ المشويه، ان شاء الله جربيه. هحطه برده بس هضرب دول الاول عشان الخليط طبعا اتملى. التتبيله بتاعتي معايا ملح معلقه كبيره، كزبره ناشفه، حبهان، قرنفل، قرفه، جنزبيل، ورق لوري، معلقه سكر صغيره، معلقه فلفل اسود كبيره، وشويه كمون صغيرين. وهحط كل الحاجات دي معايا في الخلاط، بس هضرب الاول عشان طبعا الشفشه اتملى. هرجع لك تاني وهضرب المكونات دي مع بعض وارجع لك تاني ان شاء الله. على فكره صوت القرآن ده هيطلع معايا حذر ونش وفلش كده. شباب شايفين حضراتكم خلاص ضربت الطماطم، عليها البصل، عليها الكزبره والشبت، عليها الفلفل سواء حار او عادي براحتك. تمام. معلقه توم كبيره، فرمت عليها ورق لوري، فلفل اسود، جوز بتاع يا ربي، قرفه، جنزبيل، كزبره ناشفه، كمون، ملح، معلقه سكر صغيره، حبهان وقرنفل. حطيت معلقه سمنه كمان. تمام. علشان تدي لها طعم وريحه كويسه. ضربت كله في الخلاط وكده جاهزه التتبيله معايا ان شاء الله على التسويه. معايا طبعا الفراخ زي ما قلت لحضرتك انا فتحت الصدور كده، هبدا بقى ارصها في قلب الصينيه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا الوراك زي ما انتم شايفين حضراتكم برده فتحتها بالسكينه. شايفين حضراتكم كده مش هتاخد معاكي سوا وتطلع معاكي كويسه ان شاء الله جدا. طبعا انا كده خلصت. طبعا انا عملت فراخ مشويه بالتتبيله الحلوه بتاعتنا الجميله دي، وفي نفس الوقت عملت تحتها الخضار بدل ما اعمل في حله تانية. يبقى انا كده خلصت الكرشه، عملت الخضار، وكمان عملت الفراخ المشويه. انجزت في الوقت كتير. تمام. نحط بقى الرقبتين دول كده في النص. تمام كده اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. هنزل عليها بقى بالتتبيله بتاعتي وهعمل بالشوكه، اخرم بالشوكه. انا كده اصلا مفتحاها، وهسيبها في التتبيله دي ساعه، وهبدا ان شاء الله اولع فرن البوتاجاز واحطها فيها ان شاء الله، وهتطلع معاكي زي الفل باذن الله. تمام كده خلصنا الفراخ اهو. حطيت تحتها بسله، سواء حضرتك بقى تحطي بسله، تحطي بطاطس، بس تحطي كوسه، اي خضار انت مش حابه خلاص. تمام. بنحاول نستغل المواضيع كده بحيث ان الخضار اساسا هيطلع طعم حلو جدا تحت الفراخ، وغير كده كمان يبقى انت كده عملتي خضار جنب الاكل معاكي يعني. يلا بينا بقى نعصب اللحمه وهنعمل الخلطه بتاعه الممبار مع بعض. يلا بينا. دي مش هتقدر هتصور تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعه الممبار مع بعض يا حبايبي. قطعت بصلتين تمام قطع صغيره كده. انا بحب اقطعها بايدي بالسكينه، مش بحب اعملها في الكبه بصراحه يعني. بحس ان طعمها بتبقى لها ريحه تانية كده وطعم تاني يعني، مش عارفه ايه كده بصراحه. حطيت معلقه سمنه عليها شويه زيت. قطعت البصلايه كبيره. انا عملت بصلتين بصراحه وسط. تمام. هبدا اشوحهم لما يدوا اللون الاصفر. بعد كده هنزل ان شاء الله بقيه المكونات مع بعض. خليكي معايا.